دايما بنتكلم على الحاجات الحلوه اللي بنشوفها بره، والحاجات اللي قد ايه بره احسن مننا، والحاجات اللي ازاي هم عايشين كده واحنا عايشين كده. انا قررت اعمل توبيك عن ايه الحاجات اللي عندنا مش عندهم، الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنستمتع بيها في مصر هم ما يحلموش بيها. Let's see how it goes. يعني مبدئيا الجو تلج، لسه كنت قاعد باخد تان من يومين في نادي الجزيرة. الفول والطعمية والكشري والحركات اللي احنا بناكلها 5 جنيه دي انا لسه دافع 15 يورو، ما كانتش حاجة تقريبا. كشك السجاير بتاع دي بالين ساعة مش عارف طلع السجاير. بص عم ابراهيم يعرف يعمل كده؟ يقدر يعمل كده؟ الشطافة بجد، الشطافة. الساعة 2 بالليل هموت من الجوع، مش لاقي أي حاجة أكلها وكل حاجة قافلة. هو فين ماي كوين دلوقتي، ولا أبو حيدر، ولا شيش كباب، ولا أبو مازن، ولا أي كلب ميت ناكله؟ الدليفري 24 ساعة، تطلب أي حاجة في أي وقت من أي حتة من غير ما تهز طيازك، وتصحى متأخر كمان بمزاجك. صحيان متأخر، كسل والتطيز والدنيا ماشية، خليه على الله بقى. المحلات كلها قافلة في الأجازة، مش عارف ولا حاجة، صفر، نقول مهجور. شايفين الجهل؟ واقفين هيتأخروا على مشاويرهم، إشارة حمراء. كساكيس عرفوا يعملوا كده عندنا؟ بس كان زماننا وصلنا البيت. التافه اللي واقف ده كمان عشان إشارة حمراء. حاجات عندنا مش عندهم يا جماعة. الصحاب والعيلة والجدعنة والتدخل في الشؤون، يعني قد ايه احنا بنبقى متعشمين في اهلنا واصحابنا لدرجه ان احنا بنطلب منهم اي حاجه لو هتطلبها من حد هنا هضربك بالجزمه اللي في رجلي. كنت بادئ ان انا بعمل البيس عن ايه الحاجات اللي عندنا مش موجوده عندهم وبتاع. فلاح. سرعت. يعني بصراحه يعني ما يصلحش كده، نقدر نعمل احسن من كده بكتير يعني. اتليست في سلوكنا وفي تفكيرنا الاول، ان هي هتاخد وقت كبير. احنا بس لازم ما نعملش حاجه ان احنا نعلم البني ادمين بس. كونسبتس تعليم بس، مش عايزين نعمل اي حاجه ان احنا بنتعلم. يعني دي اكتر حاجه مثلا ممكن تبقى عامله دوشه يعني في وقت النهارده بصراحه. انا منزعج منه جدا يعني. ما بيزمرش بس. حل لذيذ قوي على فكره، ما ركزتش فيه قبل كده. ضحك لما تعرفوا انا هتكلم في ايه، هتعرفوا ان السريره دي ضحك. شكرا. بس ده موقف طارئ، والافشنسي بتاعتهم في المواقف الطارئه غير عاديه يعني، ف ريسبونس تايم يضحك. المهم يعني حل لذيذ قوي الموضوع الكلاكسات. ابني هو سمعت السمات دي؟ جرس حاسب عن اذن، عايز اعدي تينك. شكرا. لكن بقى الكلاكسات في مصر يا جماعه بتأثر العمر والله. دي جريمة يعاقب عليها القانون بجد، تدفع فاين، تتخزق في 1000 جنيه وانت واقف لو ضربت كلاكس. حاسس كده. خلينا منا فينا كده يعني، حاجة سلوكنا احنا كشعب بعيد عن اي حكومة. تمام، ربنا يسهل، وهم ان شاء الله هيتحطوا على الطريق السليم يعني. هتتعصب ازاي بقى في الجو ده؟ هو الراجل ابن الشمال اللي عامل معاه مشكلة، انا هضربه عامل دوشه. مش عايز حد يفهمني غلط ويقول ان احنا مش محتاجين نتطور ولا محتاجين نبقى زي الناس المحترمه اللي احنا شايفينها حوالينا دي، لكن بنحاول نبص على الكوبايه نصها مليان، ربعها مليان، تمنها مليان.